يا هلا يا هلا، شلونكم؟ شخباركم حبيباتي؟ شنو ماشي الأوضاع؟ طبعا هواي راسلتوني وعلقتولي على بكت التمن، كلش هواي راسلوني البنات على الانستا وعلقولي هواي بالتعليقات يردون يعرفون طريقة استخدامه وفائدته. أنا مو بس بكت التمن، أنا مشترية هواي منتجات وكلكم تعرفون وكل جاية أجرب بيهن، وإن شاء الله أنزلكم عن تجربة. عندي غسول كلش فاشل صراحة، هم حابة أنزلكم بالقناة حتى ما تعيدون غلطتي وتجربونه. هنا جبت لكم باكج التمن أو البعض يسميه الرز. بنات، الأسعار حسب. أنا شخصيا من رحت للقاعة مالتي أكو فوق بنية تبيع يعني كوزمتك، فسألتها على سعره قالت لي 35. غير محل بالولاية بالنجف من رحت اشتريت كريم الأساس وهيجي، هم سألته قال لي ب30. هذا أنا اشتريته 25، وأكو حتى ب15 يبيعونه، بس ما أعرف أبو 15 هل هو فاشل أو ناجح صراحة ما أدري. يعني قلت لكم كل مكان وسعره وكل بيت وكل كوزمتك وسعره، لا تسألونا على السعر وهاي يا بنات يقولون انطينا السعر انطينا السعر. حبيباتي كل شي كل منتج أو كل شي نشتريه احنا كل منه سعره. أول خطوة اللي هو غسول، هذا غسول تمام بنات. أول خطوة تستخدموها البشرة غسول، تغسلون وجهكم كل زين. أما أدوات يعني مال غسل البشرة إذا عندكم مثل الفرش اللي عندي وهيجي. أما بإيدكم أنا أفضل بإيدكم تغسلون أحسن، يكون أرطب وشي ناعم على الوجه ما يأثر. وتنشفون بكنسة، أوكي يا روحي؟ هيجي تنشفون بكنسة المي يبقى بوجهكم كله. الخطوة الثانية اللي هو تونر. بينات هذا التونر يصير شلون المي، شوفوا جاي أراويكم بيه. طبعا هواي شفت طريقات على التيك توك بيهن غلط وبيهن صح وبيهن إنه ما يفهم عليه شي. خلصنا من التونر انتظر هيجي فد 5 دقايق لحد ما ينشف، حرفيا ينشف بنات. تستخدمون السيروم، اوكي؟ همينه تخلون سيروم مو مباشرة تخلون شي ورا شي، لا، تنتظرون كل شي من بعد 5 دقايق، يعني تحسون وجهكم انه خلاص نشف عن السيروم، ويعني خلاص انتهت بالسيروم بيه. تخلين ايدك على وجهك ناشف، تخلين لوشن، اوكي؟ هذا اللوشن تقدرين يعني تخلين حتى على منطقة الرقبة، يعني على رقبتك منا ومنا كلش زين وكلش حلو. هو مرطب بس ترطيبه اللوشن خفيف، يعني مو مثل هذا المرطب قوي. من بعد اللوشن كذلك هم 5 دقايق ينشف، هيج تخلين هيج على وجهك انه يكون ناشف، تخلين مرطب، اوكي؟ هو هذا الباكج، وهنا خلصنا يعني منه بتنامين. بقى عندنا كريم الهايلات تحت العين. إذا كان عندك هاي الهايلات موجودة استخدميه، وإذا ما موجودة عندك لا تستخدميه. صراحة أنا ما جاي أستخدمه، يعني الحمد لله شكر إنه ما عندي، فلا تستخدمينه، يعني مو ضروري حسب الحاجة، تقدرين تحتفظين بيه فد يوم تحتاجينه. حلو حلو، هنا عرفت الطريقة شلون. خلنا نعطيكم كم نصيحة. أول شي نبدي بالبشرة الجافة، من أصعب البشرات. إذا أنت بشرتك العفو على السحكة، بشرتك جافة، كثري لها مرطبات وهيجي، بس الغسول قليل من الغسول. يعني الغسول مو مرتين باليوم، خليه مرة واحدة باليوم فقط، أوكي أوكي؟ هو الصبح. لا تكثرين حتى لو مو هذا الباكج، المهم انت أبد لا تكثرين بشرتك غسولات. خلي غسول للبشرة مرة باليوم أو يوم وثاني يوم، صراحة لأن البشرة الجافة ما يوانيها الغسول اللي هواي راح يجففها بالزايد. خلي ترطيبك أكثر شي، إنه رطبي البشرة بمرطب زين أو هذا الباكج أو غيره عادي. إذا ما عندك مو شرط تستخدمين، جيبي مرطب زين يواني ببشرتك، كثريها مرطب البشرة الجافة. حلو حلو. البشرة الدهنية، أوكي؟ البشرة الدهنية عادي تستخدمين الغسول، يعني تقدرين تغسلينها يومين باليوم، يعني مرتين تستخدمين غسول كلش طبيعي، أو أي غسول عندك تستخدمينها، بس تكثريها مرطب. خلي الترطيب مرة واحدة باليوم. طبعا هذا كله اللي رويته لكم يستخدم مرتين الصبح وبالليل، أوكي أوكي؟ فأنتوا لا، بشرتكم زيتية دهنية هي، لا تستخدمينها هواي مرطبات. إذا تردين ترطبين بشرتك مرة واحدة باليوم أو كل يومين مرة، لأن أنت بشرتك دهنية لا تكثرينها مرطب راح تعانين من هذا الشي. بس كثرينها غسول، يعني خلي غسولك مرتين باليوم. نجي للبشرة العادية واللي هي بشرتي، يعني عادية لا دهنية ولا جافة، كلش طبيعية عادي. هاي البشرة كل شي تستحمل، يعني غسول مرتين باليوم كلش عادي، ترطيب مرتين باليوم هم حلو إلها. يعني بشرة مثل ما نقول حلوة، توانم
الجهتين، يعني الغسول والترطيب ما يضرها. أما البشرة المختلطة هاي خلوها مرة باليوم، مرة غسول مرة مرطب، لأن هي مختلطة، يعني تجوا أماكن عندكم مثل مكان الخشم والحنج وهنا على القصة قليل هاي زيتي، ويجوا مثل الوجنات منا ومنا جافة، فهمتوا شلون؟ أتمنى فدتكم بهاي المعلومات البسيطة، وهذا الباكيج شرحت لكم عنه مثل ما تردون انتو، ولهنا وصلت نهاية الفيديو، وأتمنى الفيديو عجبكم. وحاليا ما جاي أنشر هواي لأن التعليقات كلش هواي، وأنا من النوع اللي أحب أرد على كل التعليقات. يلا ننزل فيديو ثاني حتى ألحق أرد على تعليقاتكم الكل. عندي كم تعليق لحد الآن ما راد عليه، هسه راح أقعد وأرد عليهم. هنا وصلت نهاية الفيديو، وأتمنى الفيديو عجبكم. مع السلامة.